ازيكم يا شباب؟ واخيرا رجعت من الامتحانات ونزلت على انستا افكار للفيديو الجاي، وحد كتب لي ان اقيم اليوتيوبرز فكره مش بطاله. فانزل دلوقتي اشترك في القناه، ولو مش متابعني على الانستا هسيب لك اللينك في الديسكربشن. وقبل ما نبدا يا ريت ما الاقيش حد في الكومنتات بيشتمني بعد الفيديو ده، انا بتكلم عن رايي الشخصي، فلو عندك راي تاني يا ريت تحطه في جيبك. ويلا نبدا. كل قناة قيمة على حسب الإيجابيات والسلبيات وإيه الأكتر، وبعتذر على أي يوتيوبر نسيت أحطه في القائمة هنا. نروح لليوتيوبر التاني وهو حستون. بصراحة فيديوهاته جامدة من ناحية المونتاج والسرد، بيعمل فيديوهات من 2020 وفيديوهاته كتيرة، وبيعجبني لما بيلخص الكرتون وحلل فيونا وكيك، وكانت سلسلة جامدة بصراحة ومحتواه متعوب عليه. إيه ده؟ ثواني، لازم أعرف لون بوكسره إيه. سمعت الفيديو كله بس برضه معرفتش لون بوكسره ايه. الحاجه السلبيه الوحيده في قناته ممكن يكون الاجابه على المتابعين، لانها بتكون كرنج. اي حاجه غير كده فهو حلو فيها، فاديه تقييم جامد. تالت واحد وهو ربلاي، بيعمل ملخصات جامده وبفكره جديده، ومحتواه القديم برضه كويس. مونتاجه وطريقه سرده جامده جدا. في ناس كانت بتقول انه بيسرق الفيديوهات من قناه اجنبيه، بس في الواقع القناه دي برضه بتاعته، وقدر يعدي فيها 100,000 مشترك. وعلشان يثبت ده كان بينزل فيديوهات في قناته العاديه قبل القناه الاجنبيه. الراجل زهق من الناس بس بيقطع كتير على اليوتيوب، بس بيرجع ينزل فيديوهات طويله وبتكون ممتعه جدا. تقييمي ليه جامد فشخ. رابع واحد وهو KMN، اتفوق على كتير من اليوتيوبر في عدد المشتركين. كل فيديوهاته بتتكلم عن حلقات مشبوهه ما تنفعش خالص للاطفال، وبسبب كده ما اتعرضتش على كارتون نتورك. طريقه السرد بتاعته بتكون كويسه. المونتاج بصراحه مش عارف اديه تقييم كام، لانه بس مجرد بيجيب اللقطات ويقصها وبس كده. حرفيا بيجيب اي حلقه فيها مشهد بلس 18. جبت لك حلقه بيكون فيها الواد فينشيز وبيرك. رغم كده في ناس بتحب المحتوى ده، فتقييم الإجمالي ليه ممكن عادي. القناة الخامسة وان اوف لاين، قناة كويسة ومتعوب عليها وعنده فكرة جديدة، وهو بيحلل كوميكس وقت المغامرة، وحلل برضه فيونا وكيك وكان أسطوري فيها، وبينزل باستمرار. لكن حاليا مبطل تنزيل علشان الامتحانات وكده. طريقته في السرد حلوة والمونتاج جامد، بس بيكون عنده الصوت مش مظبوط شوية، فعادي يقدر يعدله بأي برنامج تعديل صوت. وكان عنده فيديوهات شورتس حلوة بس مش عارف مساحة ليه. هو حاليا بينزل فيديوهات تحليل كوميكس، فلو ينوع بس في المحتوى هيبقى جامد، وشايف هيكون له مستقبل كبير في اليوتيوب. تقييم الإجمالي ليه جامد. القناة الستة وهي لاروس، فريق عمل جامد من ناحية المونتاج أو السرد. قناته من 2017 وحرفيا حلل كرتونات كتير وبينوع كل مرة. لخص ستيفن يونيفرس، ولكن في آخر كان جزء اتظلم في المشاهدات. ولخص برضه نينجا جو، مش بيقطع على اليوتيوب دايما، لكن بيحس بالإحباط بسبب المشاهدات، وبرضه المشتركين عنده قليلين. إن شاء الله يرجع ويكون أحسن من الأول. تقييمي ليه جامد. القناة اللي بعدها وهي انيميتس، واحدة من افضل قنوات الكرتون من ناحية التحليل والسرد والمونتاج. حرفيا جامدة من كل الجوانب. كمية الدوبامين اللي بتاخدها وانت بتشوف الفيديوهات دي. كل ملخصات الكرتون اللي عملها ناجحة وممتعة، وبيغطي كل الجوانب في تحليل اي حاجة. واحسن واحد حلل فيونا وكيك. مشكلته الوحيدة انه بيطول في التنزيل، ولحد دلوقتي منزلش غير لحد الحلقة الخامسة في فيونا وكيك، بس بيرجع بفيديوهات طويلة بتعدي نص ساعة وبتبقى كلها عبارة عن متعة. فتقييمي ليه جامد فشخ بجدارة. بعد كده عندنا ميكي، قناة حلوة من ناحية النظريات والسرد، بس المشكلة ان فيديوهاته قليلة والباقي شورتس، بس كلها ممتعة ونظرياته منطقية بصراحة. بس مش فاهم ليه مسمي نفسه الحاقد على البشرية، وحاليا هو موقف تنزيل علشان يخلص دراسته وهيرجع تاني، بس قال انه هيطول، ممكن يقعد سنتين. تقييمي ليه من ناحية المونتاج 8 من 10. السرد كويس بس الموسيقى بتكون عالية، ويا ريت يحوشها خالص هتبقى احسن بكتير. فهحطه في خانة جامد. GC ستوريز، قناة مش معروفة قوي بس حرفيا متميز جدا في الملخصات وبيشرحها بشكل كويس، والمونتاج بتاعه حلو جدا. واخر فيديو ليه لخص سلسلة بنتين كلها بالترتيب الزمني، وكانت روعة بصراحة، وواضح انه تعب فيها علشان لخص 5 اجزاء وكل جزء فيه اكتر من موسمين، فده حاجة اسطورية بصراحة. بس برضه بيقطع في التنزيل، اعتقد بسبب ان الفيديو بيستغرق وقت كتير. اخر فيديو ليه كان من 3 شهور عن جوست فريك، وكان فيديو جامد برضه، فاعطيه تقييم جامد فشخ بصراحة. القناة العاشرة وهي سكاي فوكس، افتكرت انها ممكن تكون زي باراشيما، لكن طلعت مختلفة تماما. عندها طريقة حلوة في النظريات، وعندها التحليل كويس، ومنتجها برضه حلو جدا، والسرد والكوميديا عندها كويسين جدا، ويعني منتظمة في التنزيل شوية، مش بتحط موسيقى في الفيديوهات، وده خلاني احترمها جدا. بس مستغرب ليه هي مش بتعمل فيديوهات على الكرتونات المشهورة زي وقت المغامرة او جامبل. معظم فيديوهاتها عن سونيك بس بتكون حلوة برضه، بيكون في زنة في الصوت وهي بتسجل، يا ريت تعدل عليها. تقييمي ليها بصراحة تستاهل جامد فشخ. واروح للقناة اللي بعدها وهي ويكي تونز، الوحيد اللي قدر يثبت ان الكرتون مش للاطفال، وقناته وصلت 1,600,000. بصراحة نظرياته جامدة، ليه طريقة كده هو بيقنعك بالنظرية وبتبقى مبنية على أدلة مقنعة جدا. تعتبر السلسلة بتاعت النظريات بتاعته أقوى نظريات كرتون. منتجه جامد والسرد برضه حلو. بيعمل فيديوهات من زمان جدا، بدأ حرفيا بسماعة موبايل، ومحتواه القديم كل الناس بتقول إنه كرنج، بس لو رجعنا بالزمن المحتوى ده هو اللي كان منتشر الفترة دي وبيشد الناس. ممكن يحط لك في الصور المصغرة شوية افتكاسات علشان يشدك، بس هو نجح في ده، والدليل إن فيديوهاته القديمة كانت بتجيب مشاهدات كتير. وتقييمي ليه جامد فشخ.
حطينا ناس كتير في الجامد فشخ. عندنا بعدها سايكو، قناة مميزة جدا في التحليل برضه، وبيتكلم عن أدق التفاصيل. طريقته حلوة في السرد بس محتاج يظبط الصوت شوية، وتحليله مقنعة نوعا ما، بس بتبقى مهروسة قبل كده مليون مرة وكذا حد اتكلم عنها. ما حرك في عندوش فيديوهات حلقتك كتير تعال وبيقطع معي، كتير على التمثيل، ولكن كل لكن بتبقى الأحداث طريقته في الفيديو حدث جامدة. عنده نظرية خدتها منه براشيما، مش عارف أنا بتكلم عن براشيما كده بحس إنها حراقة أو مشطشطة. نرجع لسايكو، منتجه بصراحة حلو، اديه 8 من 10. لو ظبط الصوت والتنزيل مستمر وجاب افكار جديدة شوية حرفيا هيبقى جامد فشخ، بس حاليا جامد وشايف ليه مستقبل برضه. بعد كده بيكستون، يعتبر من اول الناس اللي عمل المحتوى ده، قناته من 2014. على العكس من معظم الناس فالصوت عنده مظبوط بس الموسيقى عالية برضه. المونتاج بتاعه جامد، اديله 9.5 من 10. والسرد جامد برضه، مختلف عن باقي اليوتيوبرز، مش بيقعد يحلف في كرتون واحد، بيعمل فيديوهات مختلفة. هتشوف عنوانها هتحس بالفضول وتخش تشوف الفيديو ده. تفوق على كتير من الناس بس للاسف برضه قاطع من مدة، اخر فيديو ليه من سنة، ما وضحش سبب قطعه بس يمكن يرجع. حرفيا لو كان بينزل مستمر كان تفوق على كتير من الناس. تقييمي ليه جامد بسبب الفيديوهات القصيرة والقطعة. ماريو الوحيد اللي بينزل باستمرار وفيديوهاته نوعا ما حلوة لكن برضه مهروسة كتير من كتر الحلب. المونتاج يعني مش قوي، منزل فيديوهات كتيرة فشخ لكن معظمها مش حلوة قوي، لكن في شوية فيديوهات مختلفة عنده وممتعة جدا، بس لسه بيعمل المحتوى الكرنج القديم. برضه قناته من 2016 وتعب جدا على فيديوهاته. السرد بصراحة مش احسن حاجة، صوته مميز بس في حاجة كده بتخلي فيه شوية ملل وانت بتتفرج على الفيديو، وبتكون فيديوهاته طويلة حوالي نص ساعة. اقيمه احطه بين عادي وجامد، بس هو يستاهل جامد بصراحة بسبب التعب بتاعه. القناة اللي قبل الأخيرة وهي مورفي ماكس، بصراحة متفوقة على كل اللي فات من ناحية الأفكار والكرياتيفيتي بتاع المحتوى. عنده كل حاجة من تحليل وتلخيص الكرتون اللي بتكون جامدة، وبيراجع برضه الكرتونات القديمة، وقناته برضه تعتبر قديمة ومميز في طريقة السرد، والمونتاج بتاعه حلو جدا، بينزل تقريبا باستمرار، وعنده فيديوهات بتعدي نص ساعة وبتبقى كلها ممتعة، وقرب يخش على 100,000 مشترك. عقبالنا بقى. تقييمي ليك بصراحة جامد فشخ، وقريب بقى تتفوق على الكل. واخر قناة معانا وهي قناة اسمها ميخو، عنده 5000 مشترك بس طريقة السرد عنده حلوة جدا والمونتاج كويس. القناة بتاعته لسه جديدة بس طريقته مختلفة في التلخيص، وهيكون له مستقبل لو كمل. اخيرا خلصنا. مش عارف ليه انا حاسس اني طبلت لمعظم اليوتيوبرز، بس انا بجد ما جاملتش حد. كل شخص بيتعب على فيديوهاته علشان توصل لك. ممكن كل شخص بيكون عنده غلطات ويقدر يصلحها ويبقى احسن بكتير، وانا مقيمتش قناتي بس اعتقد انها تكون جامد فشخ. لا بهزر، مش هعرف اقيمها، فاكتبوا لي انتوا التقييم في التعليقات. وبس كده، دي نهاية الفيديو. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.